النهاردة هنعمل مع بعض احلى مكرونه بالبشاميل باسهل طريقه. مبحبش البواكي وما بحبش الكلام دوت عشان بحسه صراحه يعني بتاع البنات الصغيره. تمام، اول حاجه انا جبت كيلو مكرونه وحطيتها في ميه بملح. تمام، وشويه زيت وحطيتها لغايه لما اتسلقت. وهنا هعصج اللحمه وادي بصلتين. تمام، ودي كيلو لحمه اهوت. انا مبحبش البصل يبقى ياما. هنزل بكيلو لحمه، دي الفلفل ودي الملح وجوزة الطيب. انا الصراحه بحب احط جوزة الطيب وبحب احط منها حبه صغيرين. تمام، ادي اللحمه اهوت. وادي احنا هنا هنعمل البشاميل. ادي سمنه على زبده، واحط برضو كمان شويه شويه زيت. ادي دولت 10 معالق دقيق. حطيت شويه زيت عشان بحبها سايحه كده. وهنزل عليها دلوقتي باللبن. كل معلقه دقيق عليها كوبايه لبن. تمام، لان انا كنت عامله كميه. هفضل اقلب فيها لغايه لما اشم لها ريحه. ادي اهوت اللبن وهزود كوبايتين ميه بين او 3. لبن ما كملش معايا وزودتهم. ودي مكعبات جبنه مثلثات كانت عندي بالطعام البشاميل اللي بتخليه تحفه. ودي فلفل اسود ودي ملح، وبرضو بحط جوز الطيب بتنقلها في حته تانية خالص، بيبقى طعمها تحفه بجد. وايدينا بقى فيه مع التقليب لحد ما يتقل زي ما انتم شايفين اهو، فقفق، بيبقى طعمه تحفه. جربوه بالطريقه دي. ودي القوالب اهيت. انا بحب احط تحت في القوالب شويه بشاميل، وبقسم المكرونه زي ما انتم شايفين اهوت. بحط في كل قالب حبه، وبرجع اروح حاطه بقى حبه برضو بشاميل ومقلبه بقى بالمعلقه، متاكده ان المكرونه كلها خدت بشاميل اهو. انا ما عملتش الصاج ده، بس انا كنت عامله صاجين زي دولت كده، عشان كده انا كنت عامله مكرونه كتير، كنت عامله كيلو، عشان كده كنت عامله برضو كميه بشاميل ياما. تمام، زي ما انتم شايفين اهوت. حطيت اللحمه، برجع بقى احط مكرونه تاني فوقها اهو. بحط مكرونه وبعد كده احط فوقها بشاميل زي ما انتم شايفين كده اهوت. وحطيت بقى على الوش جبنه موتزاريلا وتحفه.